مساء الخير للجميع. اليوم وصفتنا كتير طيبة. حنعمل اليوم شيش برك الكزابي أو فينا نقلها شيش برك المعكرونة. حنعملها بطريقة تطلع معكم شي روعة. هلا في عندي أنا هون مي مغلية، بنحط لهم شوية ملح وبنحط 300 جرام من الصدف، المعكرونة اللي بتجي مثل الصدف. هلا أنا بدي أسلم بس نص سلقة 5 دقايق بس، وبرجع بحطهم على جنب. بنجيب هون كمان مقلاية، بنحط شوية زيت، وعندي بصلة مفرومة ناعم منقليهم بس هيك لياخدوا لون، وبنحط فوقهم اللحمة 300 جرام. وبس هيك قبل الاستواء بنحط رشة ملح وكمان رشة بهار أبيض، وبنخليهم بس لتنشف المي، بنشيلهم ونحطهم على جنب. ضروري ننشف المي من اللحمة. هذا هون بنحط كمان 1.5 كيلو من اللبن، بنحط لهم كمان ملعقة كبيرة من النشا، وبنحط كمان بيضة. ولا تخافوا أبدا من البيضة، لأنه ما رح تتسنخ أبدا معنا باللبن. وإذا ما بدكم تحطوا بيضة فيكم تحطوا كمان معلقة نشا تانية. هلا على نار كتير هادية وسط يعني، ومنضل منقلب وعم نحرك فيها، ما بنشيل ايدنا عنا. وبس هيك يبلش يغلي اللبن، بنحط كمان هون من مية المعكرونة نفسها، بنحط 3 كاسات كاملين مع رشة ملح كمان، او حسب الرغبة قد ما بدكم الملح. ومنضلنا كمان عم نحرك فيها لحتى تبلش هيك تبقبق مثل مو شايفين، تبلش هيك تغلي عندي. شوفوا لي هلا اللبن هذا. ومنجيب هون هلا المعكرونة منفضيهم بقلب اللبن. هلا بنخلي المعكرونة كمان نكمل استواء 5 دقايق تانية. بعد ال5 دقايق بنجي وبنحط اللحمة يلي كمان طبخناها. هلا بنضل منحرك هيك باللحمة كتير منيح لحتى اللحمة كلها تفوت بقلب الصدف. هلا على التحريك هي بتكون اللحمة كلها هيك بقلب الصدف. وشوفوا لي هالمنظر هذا، عن جد الريحة ما بقلكن قديش طيبة، شي عن جد بيشهي. وهلا وقت السكب، وبهالوقت هاد بدي اعمل هون انا الطشة حتى تزيد النكهة اكتر واكتر. بنحط معلقة زيت نباتي ومعلقة كمان سمنة، وبنحط معلقة كمان توم وكزبرة، وبنطشن هالطشة هي. شوفوا لي هالصوت، يا سلام على الريحة، يا سلام. ان شاء الله هيك تعجبكم، جربوها انتم كمان. سلام.